السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنوري لكم ركن بعد التعديل. الدراع دوت كان الناحية التانية، كان هنا في دراع برضو فاتبدل، يعني كان هنا الدراع اتبدل بقى الناحية التانية، ما كانش فيه الظهر دوت اللي انتوا شايفينه ده. دي حاجة. الحاجة التانية كانت القعدة واطية، أنا عليتها لأن بقى فيها صحارة. اللي ما شافش الفيديو اللي فات يخش على القناة بتاعتي ويشوفوا التعديل بتاعها يعني. وتحت هنا الصحارة، طبعا الحتة دي أنا قايل لكم عليها البرواز، يعني كده هنوري لكم الصحارة من هنا. زي ما انتم شايفين كده، مكان هنا ما كانش فيه صحارة، طبعا احنا عدلناها. ليه؟ لان اصلا الركنه ديت اصلا كانت قديمه مش جديده، مش خشب جديد يعني، لا كان ركنه قديمه وانا فورتها وعملتها من جديد، وعملت الارضيه ديت اللي هي بتاعت الكنبه صحاره زي ما انتم شايفين كده. والحته اللي قدام ديت اتنجدت بحيث ان الصحاره تنزل تسقط في قلب الخشب اللي هنا وما تبانش من قدام. اغلبيه اللي بيعملوا الحاجات ديت تبقى ديت قدام وتبقى شكلها وحش، بيبقى فيه كذا دور زي ما قلت لكم المره اللي فاتت. فاصبح بقى كده الصحاره قدام مننا واسعه. طبعا دي كوشنات بتاعت انتريه تاني تبعهم برضو اللي هو متكيس ده، ماشي. هنا طبعا في حزام عشان خاطر يشيل الصحاره، طبعا وهي هنا الصحاره محمله هنا، في حزام تاني محمله عليه. وديت الميكانيزم بتاعها، ده ميكانيزم سوسته غير الباكم، ده حاجه وده حاجه زي ما انتم شايفين كده، وبتنزل ده سهوله اهي. وبنرجعوا الحاجه بتاعتنا زي ما كانت، ماشي. طبعا هنا بقى فيه فايبر صافي في العبك بتاعنا طبعا، والسوسته المعموله سوسته امين، يعني حاجه محترمه مش سوسته كده وخلاص. طبعا انا عامل هنا الخياطه دي تدي شكل. العميل كان طالب في الجنب وعايز فوق يعني كده وكده، فطبعا الشلته او التربيعه الكبيره ديت مستطيله، فما ينفعش ان انا اعمل هنا وهنا، مش هتبقى شكلها شيك، لان دي بتتقسم بعد ما بنجد بشوفها هتطلع معايا كام كوشن بحيث ان يبقى يطلع شكلها احلى. فلو حطيتها هنا في الجنب فهيبقى في مسافه كبيره قوي، فمش هيبقى شكلها لذيذ يعني، فخليتها في النص. والتربيع بتاعتها الكوشنات الصغيره، طبعا هي محندقه شويه لكن شكلها جميل. وزي ما انتم شايفين كده حاجه من ضمن الفينش، حاجات اللي هي نضيفه. شايفين الفليتو ده طبعا بيدي شكل، بيتخيط ده في ده مع الفليتو فبيديني الشكل دوت، بيبقى شكله حلو. غير اغلبيه المنجدين بيشطب القماش دوت في الجنب دوت، واللي بيبقى حاطط زي السدابه فبيدخل دي ودي، بيبقى فيه هنا فتحه يعني ممكن الواحد يحط ايده، فطبعا ما ينفعش. فديت من نظافه الشغل، مع انها بتدارى زي ما انتم شايفين كده، لكن انا ما عنديش حاجه اسمها يدارى. الشغل النضيف نضيف. السفنج زي ما انتم عارفين انا ما بشتغلش الا بالكثافه 45 اللي هي صناعات فوم اللي هي ديت. وان شاء الله اقابلكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.